السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديال كيد سبورت، مرحبا بكم معنا اليوم جينا نهضروا على اللائحة اللي حطها السي ركراكي، وندير واحد التحليل بسيط على اللاعبين اللي جاو في اللائحة. إذن على بركة الله وبالصلاة والسلام على رسول الله نبدأ هذا البودكاست. أولا غادي نقراو اللائحة، ومن بعد نشوفوا واش كاين شي أمور اللي نقدروا نتكلموا عليها. أولا عندنا سي ياسين بونو، يوسف مطيع، مهدي بن عبيد ومنير المحمدي. هادو كاينين في حراسة المرمى ديال المنتخب المغربي وتنعرفوهم كاملين. عندنا خط الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد اليميق، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله وعبد الكبير عبد القار. خط الوسط عندنا أمير ريشاردسون، سفيان أمرابط، بنجامين بوشواري، أمين حارد، عز الدين أناحي، بلال خنوس، سليمان ملاح. وفي خط الهجوم عندنا عبد الصمد زلزولي، أمين عدلي، وليد شديرة، يوسف نصيري، إبراهيم صلاح، عبد الرزاق حمد الله، زكريا بوخلال، إسماعيل سيباري وأيوب الكعبي. إذا هذه هي التشكيلة. أولا نبدأ بحراسة المرمى. حراسة المرمى عندنا سياسين بونو، يوسف المطيع ومهدي بن عبيد كخيار ثالث. بالنسبة للمنير المحمدي فهو كما قال المدرب باقي يتعافى من الإصابة ديالو. إذا الحضور ديالو كان فقط غير باش يشوفوا الإصابة ديالو، باش يستأنس ويحاول أنه يرجع المستوى ديالو، باش يرجع من وراء هذا المعسكر هذا يرجع يلعب مع الفريق ديالو. هذا ما كان. بالنسبة لخط الدفاع فبطبيعة الحال نفس الأسماء، يلا تزاد عليهم يونس عبد الحميد وعبد الكبير عبد القار. اظن كان جا في واحد اللائحه اللي قبل، ولكن المهم يونس عبد الحميد صراحه الله هذا الاسم هذا، وهو واحد الشخص مثابر اللي عاقلين عليه من شحال هذا، هو كبير في السن، عاقلين عليه من شحال هذا هو تيلعب بنفس المستوى تبارك الله عليه. يعني في البطوله الفرنسيه بعض المقابلات تيخرج فيها هو رجل المقابله يعني تبارك الله عليه، يعني مدافع من طينة الكبار. شنو هو المشكل ديالو؟ هو تنادى عليه من قبل مع المنتخب المغربي، هو انه مع المنتخب المغربي كبعض اللاعبين تتوقع عليهم هذه المساله هذه ما قدرش يبين المكانه ديالو. ولكن المشكل عاوتاني انه جا في هذيك الوقت اللي كان فيها بن عطية متميز، كانوا فيها مدافعين، غانم سايس متميز، كان دا كوستا، كانوا يعني ما تحت ليش واحد الفرصة كبيرة باش يبين. وطنظن انا صراحة انه هذه الفرصة ديالو، لانه غانم سايس في هذه الفترة هذه شفناه ما لعبش، وبداية الدوري القطري، وبطبيعة الحال غادي يكون تأثير، وما نقولوا بانه غادي ياخذ ليه المكان ديالو، ولكن المهم باش تكون هناك تنافسيه. يعني صراحه الله بالنسبه لي انا يونس عبد الحميد هو خير موفق، وكان خصو يتنادى عليه قبل. ما كرهناش كنت نادى عليه في كاس العالم باش يسد الفراغ. بالنسبه لخط الوسط كنشوفوا كاين امير ريشاردسون، الدري تبارك الله ما كاين ما نقولوا عليه، راه شفناه في كاس افريقيا على الاقل من 23 سنه. يعني كان واحد اللاعب انيق تيلعب مع هو، ودابا انتقل للفريق رين المعتقد. يعني هذا اللاعب هذا هو واحد اللاعب اللي تبارك الله عليه، يعني قادم بقوه. خصنا هذا البروفايل في المنتخب، هذا اللاعب اللي تيكون طويل سقا، تيشوف واحد النظره عنده كبيره على الملعب، الا بغيت تعقلوا على طار الخلج. فهاد اللاعب تيبان ليا تقريبا بحال هذاك الشكل. عندنا بنيامين بوشواري، شفناه كان حتى هو كان عيط ليه سير كراكي من قبل، شفناه في كاس افريقيا حتى هو اقل من 23 سنه، اللي كان واحد الانسان، كان واحد اللاعب اللي تبارك الله عليه عطى تيلعب بواحد الشكل رائع. يعني الكره تبقى لاصقه ليه في رجليه تبارك الله. عندنا العوده ديال سي امين حريت، هذه عوده موفقه، ولكن حتى هو باقي يعاني شويه من الاصابه. يعني عوده للاستئناس باش يعاود يرجع الاجواء كما قال نيت المدرب، باش يعاود يشوف صحابه ويعاود يرجع من جديد الاحساس تاع المنتخب. هادشي اللي كاين. اللاعبين الاخرين راه كلهم لاعبين اللي المكانه ديالهم لا تناقش. في خط الهجوم عندنا الوافد الجديد امين عدلي اللي هو لاعب باير ليفركوزن، واللي هو تبارك الله لاعب جيد جدا، لعب مع المنتخب مع الفئات السنيه ديال فرنسا، كان اخرها انه لعب مع المنتخب الاولمبي ديال فرنسا. يعني انه واحد اللاعب اللي رائع جدا،
ونتمنى انه ان شاء الله يعطي الاضافه المرجوه مع المنتخب كذلك، ويكون من اللاعبين يتوفقوا مع المنتخب. اللاعبين الاخرين فبطبيعه الحال دائما تنشوفهم في المنتخب. كاين هناك العوده ديال ايوب الكعبي اللي فرض راسو بطبيعه الحال، مشى اليونان اولمبياكوس ذاك النهار سجل ثنائيه في اقصائيات اصوات الابطال. يعني انه فرض راسو، ما عندك خصك تعيط عليه يعني مسجل اهداف لا بد ما تعيط عليه. كاين بعض الناس اللي الكعبي تيقولوا بانه تيضيع تيدير اخطاء، ولكن الكعبي صراحه الله شفناه في الاقصائيات ديال كاس افريقيا وكاس العالم، كان واحد اللاعب اللي رائع جدا وسجل اهداف يعني مع المنتخب، وتنتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله انه يعطي الاضافه المرجوه كذلك منه، وباش تخلق كذلك المنافسه في المنتخب المغربي على مستوى الهجوم. بالنسبه للاعب حمد الله، كاين بعض الناس اللي تيقولوا بانه حمد الله ما كانش خصو يتنادى عليه وهذا، ولكن حمد الله فارض نفسه، يعني انه الدوري السعودي حاليا راه دوري قوي. راه الا شفتوا الناخب الوطني فاش سولوه على الدوري السعودي قال لهم الدوري السعودي احسن من الدوري البلجيكي، احنا نهضروا على لاعبين مثلا من الدوري البلجيكي. بطبيعه الحال يعني دوري اللي فيه بزاف ديال النجوم حاليا، وراه غادي تحك معاهم وغادي تلعب معاهم، يعني ما يمكنش انك تكون مسجل فيه 4 الاهداف مع البدايه وما تعيطش عليك. الحمد لله راه هو الهداف من وراء كاس العالم، راه هو اكثر واحد سجل اهداف في لاعبين ديال الهجوم. بالنسبه للاعب حكيم زياش فما تمتش المنادى ديالو، لانه هذه فكره صراحه الله جيده، وكاين ما غادي يتفق معاه، كاين غادي يقول لك لا حكيم زياش كان خصو يجي باش يحس بانه راه المنتخب راه حاضنه دائما وانه في جميع الظروف معاه، وهذا هذا طرح يعني ممكن نشوف هذا الطرح، ولكن ركراكي راه امور واضحه. اشنو قال انا غادي نخلي حكيم زياش يبدا المشوار ديالو مع غلاتا سراي، وراه حكيم زياش راه لاعب اعتمد عليه، يعني راه واضحه الامور. حكيم زياش مده ما لعبش ياك، واخا هو تبارك الله عليه راه فاش تيجي المنتخب تيعطي، ولكن عنده دابا امور اداريه وامور اللي خصها تحل مع فريق غلاتا سراي، ولا والسنه يلاه بتبدا وخصو يدير بلاصتو في غلاتا سراي. يعني الناخب الوطني عطاه واحد الفرصه باش يجلس مع راسو ترينينغ ديال الفريق ديالو، يبدا مع الفريق ديالو، وان شاء الله باذن الله غادي يكون حاضر معنا ان شاء الله في اكتوبر. انا بالنسبه لي تتبان لي كون كان شي مدرب اخر قدر ما يعجبنيش الحال، ولكن الركراكي عودنا تبارك الله انه انسان واضح تيقول لك الامور هي هاتيك، خصوصا في اللاعبين. اما بيان سور في الخطط وفي هذا راه كاين التمويه هو حيد عليه الضغط حاليا، قال بانه بغينا نلعبوا غير النصف النهائي، وهذا شيء جيد. انا ما تبغيش البلاد ديالنا تم داخله انا راه داخلين فافوري حنا اللي بغينا نديو الكاس، لا اي بارمي لي فافوري كاينين منتخبات اللي قويه كذلك، وحنا الحمد لله راه مرتبتنا تهضر علينا، يعني اننا حنايا مرتبتنا هي الاولى افريقيا وعربيا يعني تهضر علينا، ولكن في نفس الوقت حنايا كنحطوا رجلنا في الارض. اسيدي نلعبوا على نصف النهائي صافي، لا اله الا الله، نصف النهائي نلعبوا عليها نضحكوا ونتقاتلوا، وديك الساعات فاش غادي توصل نصف النهائي ان شاء الله راه تيبقاو جوج ماتشات، ديك الساعات راه غادي تدبز عليهم باش دير الكاس ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني انه مزيان هذه الفكره باش ما يديرش عليه الضغط والد الركراكي. وهذا ما كان ان شاء الله نتمنوا المنتخب ديالنا التوفيق في هذه المقابلتين الجايات، وفي نفس الوقت في الاقصائيات ديال كاس العالم اللي جايين تا هما، ونتمنوا خير جميع اللاعبين ديالنا، ونتمنوا حتى سي يمين جمال تا هو يلتحق بنا باذن الله تعالى. وهذا ما كان، والى هنا ينتهي البودكاست ديالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، والى الملتقى.